يا حلاوتك. ايه ده؟ شو خضتيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه، انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان عامل معروف. اعمل معروف فوق. الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه. الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل. فوق بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم يا معلم. لا بس لا، ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وهفضل معلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع يا معلم. يا شو ما تلم التعابين وتخلي لها تعدي على خير. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تشوف شغلك، عايزاك تفوق لنفسك بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضوية عايزة تكوش على كل حاجة وانت مش فاهم، عايزة تنطرك من اللعبة. فوق يا ابو سنة، السكة دي سكة تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا، بس ليا صالح براجلي وانا ليا طلبات وانت لا مؤاخذة مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عورة. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله بسناني. ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة امي لو فضلت ماشيلي على الحال ده لا ههج واطفش وما تعرفليش طريق جر. تاني يا شو تاني؟ ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قافش يا اخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل على قده. فهمت ولا فسر اكتر؟ تعالى. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي؟ سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيني. حاضر عينيا هسيبك، انا قاعده بره. احتجتي اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجد مقدور عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس، يا خساره كل حاجه حلوه بينا. يا خساره يا فندينا، يا خساره. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لا والنبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عامله زي النحله، كل ده من نفسين مش قادره. يا بنت افهمي، الدماغ دي هي اصل البني ادم، وهي اللي بتفرقه عن بقيه المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. قد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفايه بضاعه والوفات ياما راحت علينا بعد ما قعدت اطبخ فيها شهور. جاء فانتينا هياكلها على الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ هو
هقول لك ازاي. بس خدي شدي، حاكم حلاوة الشد ايه؟ هات وخد، هات وخد. خدي. لا والنبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوه. خلي يبقى عندي شويه نفس اوصل بيهم الاوضه، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم، احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي بتحبي الحكايات؟ قوي. بس كده بقى، شهريار هيحكي وشهرزاد تطرطق لي الأذن الوسطى. اهو اهو. احبك حافيه. خميس مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه؟ متلخبطه ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقتي؟ كنت معاكي فين؟ في الحلم. حلم؟ كنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك وشك زي البدر المنور، وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. انما كبرتي بسرعه قوي يا فاطمه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها، العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. علم حلو برضه. حلو حلو. يخلي الواحد يقول ولا موزونة كده. مش زينا بقى نقعد نطجن ونجيب كلمة غيره. عشان كده أنا عايزك تكملي علام. كملي علام وتبقي الأولانية. طمنيني. عاملة إيه دلوقتي؟ طمني انت عليك، وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق، وبرضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. براء، أنا عايزك. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج. قول. المصيبة إن أنا بقول كتير
بس انت ما بتسمعش. ويا عالم انت ناوي توصلني لحد فين؟ لا مؤاخذة يا حاج، يعني كلامك مش واضح. ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده؟ انت تعرف عيلين من الأبجية، واد اسمه فتحي فلنكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح. اه يا حاج، ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعده يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعده بترش بضاعة عشان تسمع ده يقول لك يا معلم وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج. انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معاه وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا. ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. معرفش بقى يا اخويا، هو ابوك عندك، روح اساله. يكون قصدك البنت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخ ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البت واكله نافوخه. يا بنت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، لكنه بيأذى شويه لب وخلاص. لكن يدي سره ويسلم نفسه كده لوحده، لا صعب. انتوا ما تعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها. البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجة. صباح الهنا يا حبيبي. اقعد انا عايزاك. أنا تحت الأمر والطاعة وملك إيديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني. القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس. عايزة أموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده. أنا عامل ترتيبي على كده ومقضية إن شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس وخايفة لا يكون كبر وعضمه طري. أنت عارفة الخرم اللي في نافوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو؟ الزفتة. أنا مش فاهم أنت إزاي وافقتي على الجوازة دي. أوه. بس ولا يهمك، هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا. مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. اسكتة. برورم 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 برورم. لا لا والشفا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي تنجح؟ دي بنت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب داغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل. بالعكس، افندينا اكيد
دلوقتي بيحضر العمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها؟ ادخل. تمام علي باشا. ايه؟ في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحيح ناوي تتجوز براءة؟ بالله قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أولا يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي يتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فارغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لقيتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير، ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع ثمنها كل ليلة انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا اقول لك اتعلمي لك راسة حبتين دلع كده، فك شوية، فك يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتريحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا اختي. تهت ولقيناها. انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوه المحمص. اسيبك بقى للاستباحه بتاعتك. دام الحكايه وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوى على الحجر. ايه ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا؟ حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه هناك؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. ملوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشم، وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر. مش انا يا معلم اللي هتقول لك الخطر مفندق شبابيكه قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نساك عرفنا. ما نسيتش يا حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورميتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه، وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده. الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعه. هاتها جمال يا رب. يوم اما قلبي لا مؤاخذة يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. الموال ده جاب اخره يا باشا، والمولد ده انفض يا باشا وخلصت. عمال تحورني وتدورني. ايه الجو
خير اتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ اعدل مزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجلة انتاج مظبوطة. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحة بال. طبعا يبقى البال يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط، ولو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجة بالظبط. اه والله زي الحاجة؟ لا مش زيها يعني، لا ده انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس؟ انت زي العسل يا باشا، يوم يا باشا. انت مش عارف ولا ايه؟ وايه يعني؟ قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه ان المصلحه يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النوح، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا هعيشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم. نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ انها طلبها لمين؟ براء ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براءة ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل ل7 ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ الميه دي ساقعه طول الوقت وانا ما اعرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومة. انت واثقة من المعلومة دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا اما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافأة دي قد ايه؟ يا بنت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وانا هشوفك. تشوفي مين يا بنت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقليه بابنك ولا ايه ياما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا ياما، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى ياما.
بزيادتك انت اللي لازم لك جفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله. هي دي الخطه يا فندم. لازم تتاكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا اسف. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعه هو اللي هيحقق لنا المفاجاه، ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطه اللي انت عاملها مش بطاله يا اسف. يعني نبدا يا فندم؟ اذن النيابه جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. مكانه. مساء الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى يالا يكون الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا بطل. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه، سيبك بقى وفكك من شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريح انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه، سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي يبقى الميت لحرمته. لا إله إلا الله. سعيكم مشكور يا سعادة البيه. يلا يا رجال، بعد اذنك يا بيه، بعد اذنك يا بيه. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك، ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حاجة إن شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارتهم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انت عارفة إنها ملهاش غيري، فقلت أروح لازم أطمن عليها. وانت ما يفوتكيش واجب أبدا. رباية إيدك يا حاجة. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا إزاي؟ قبل صلاة العشاء هكون هنا،
ونصليه جماعة إن شاء الله. شو نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حاجة. يا معلم ابو سنه، ايوه كله تمام، البضاعه تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، اخبار افندينا ايه؟ طيب عال الحمد لله. كده يبقى ضحكنا على الحكومه والبركه في المعلم النوح. مع السلامه يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في امان يا معلم. كده احنا حبايب. ربنا يديم المعروف بإذن بقى، عشان اخد بخاطر اخواننا البعدة. طول عمركم اصحاب الاصول يا معلم. بني ادم مننا ايه؟ غير بني ادم لا مؤاخذة يعمل عمل طيب، لا مؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش امان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم ابو سنه طمني، افندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده؟ انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بالك رايق على الاخر. حكم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي للهوا والمكشوف للعين وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فالزورة دي ولا ايه يا معلم؟ فالزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ بلمت كده ليه؟ أنا؟ مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاقي كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده والحجر اتطفى في ايدك؟ نزوده يا معلم. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة، كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليتي دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش، وشعارنا هو الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جاهزة يا روح. بوسي. الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الأمثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغة. يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمة برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وأنا رجعت أهو،
وجاهزه لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ انا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ انت قلتي مش فاضي. مكانك فاضي يا نجمه. اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكه العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. بعد ما انت مشيتي بساعه واحده انا كنت هقفل المحل. عارفه هعمل فيه ايه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك